عايزه تجننيه وتطلعيه عن شعوره، هي خطه الاختفاء. اي دونت هاف تايم. اللوك، الوايت، الروشه، لبنان. المحتوى رايح لحد لبنان. اصور فين تاني؟ شويه وهروح سويسرا. الشمال كله. طيب خلاص تمام اوكي. صاحب المكان مش مهم. خطة الاختفاء من الخطط اللي بتجنن الراجل. يعني ايه يا امان؟ لا شكل الشمس كده، شكل اتحسن، مش مشكلة. عايزه اجننه، عايزه اطلعه عن شعوره، عايزه اعرف هو بيحبني ما بيحبنيش، هيهتم بيا. من الخطط اللي للاسف بتبقى طويله جدا، من الخطط اللي بتبقى ممكن مزعجه بالنسبه لك، بس من الخطط اللي نتائجها اكيده وحتميه لا مفر. خطه ايمان الاباجوري ما تنزلش الارض ابدا. تابعي معايا في الريل وشيريه. رقم 1، بختفي عنه تماما. طب يا امان يعني احنا بالليل بنتكلم في امانه الله، ما فيش اي حاجه، هوبا الجنونه تقوم اختفي؟ هو اصلا اللسعه ما تجيش غير لما الواحد في وقت يكون غير متوقعه. يعني احنا بنتكلم عادي ما فيش اي مشاكل، بس انا عايزه اعرف مسمى العلاقه دي ايه. بختفي عنه. هعرف ازاي يا مان؟ بمجرد ما اختفي واسحب نفسي. لو بيحبني او معجب هيبدا يسال، يدور، يشوفني رحت فين، جايه منين، هيعرف الدنيا ماشيه ازاي. طيب هقولك على حاجه تانية. طب ما سالش اصلا، لو عدى اكتر من شهرين ما سالش عليكي، يبقى انت ولا حاجه بالنسبه له. عشان كده بقول لك نتائجها حتميه، نتائجها بتجيب لك الحقيقه لا مفر. تجارب، اكسبيرينس، دراسات، 7 سنين من عمري، مستقبلي اللي راح ده، انا النهارده 27 سنه، اروح فين تاني منكم؟ لبنان وصورت الدنيا وعملت، مش عارفه اروح فين تاني. المهم بقى، طيب لو هو مثلا بيحبك او شريكي او عايزك او اي حاجه من كل الكلام ده، هتبصي تلاقيه ان هو بيدور عليكي او مجنون عليكي. انما هو لو حرفيا، مش هقولك بيحبك 100%، بيحبك. بصوا يا جماعه الناس بتبص عليا فمش عارفه اكمل الريل، بس عادي انا ما عنديش مشاكل برضه. لو بيحبك 1% هيتجن وهيتصل وهيخرب الدنيا وهيجي تحت البيت. لو مش فاكرك اصلا هو هيختفي، هيرد الاختفاء بالاختفاء او هيرد اختفائك ببلوك. ساعتها بنختفي تماما. خطه الاختفاء مزعجه وممكن تطول معاكي، بس صدقيني يعني نتائجها اكيده. بس عايزه اكد على حاجه، كل واحده تاخد الخطه المناسبه ليها من على البيج. لو هي مش حاجزه معايا استشاره، مش كل الخطط ناخدها علينا، مش كل النيله، لازم نفهم بنعمل ايه. شيروا الريل بسرعه، مش ممكن اتفضحت في لبنان.